بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ان شاء الله صنف حلو قوي من البسكوتات الجوزية. طريقته سهلة قوي والعجينة كمان مفيش ابسط من كده. التشكيل هيكون باستخدام مكنة مخصوصة للجوزية. بس بصراحة ممكن كمان تستخدمي ادوات كده من مطبخك. وهقولك كده واحنا شغالين ان شاء الله ممكن بدائل عشان توصلي للشكل ده. نسمي الله ونبدأ كده الخطوات مع بعض. معايا كوباية من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، نزلت عليهم بحوالي كوباية إلا ربع من سكر البودرة، بننخله طبعا عشان أي تكتلات. وبعد كده بنخفقه بالمضرب اليدوي أو الكهرباء. هنضيف عليهم حبيتين من البيض وعليهم كيسين من الفانيليا. وهننزل بواحدة واحدة كده ونخفق بالمضرب تاني عشان طبعا المكونات تندمج أفضل مع بعض. نبدأ ننزل بالدقيق، نزلت بكوبايتين ونص وكمان ضفت نص كوباية من النشا، ونزلت كمان بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى كل المكونات مع بعض من غير ما نعجن كتير، يعني يدوب كده نحاول ندمج المكونات مع بعض من غير ما نعجن فترة طويلة عشان كده العجينة تبقى ناعمة. شوفوا العجينة متماسكة، لو حسيتوا ان العجينة محتاجة دي كمان ضيفوا معلقة او اتنين، مفيش اي مشكلة لحد ما العجينة تكون متماسكة معاكم. بعد كده هحطها في التلاجة حوالي نص ساعة، وببدأ بقى اكورها قطع صغيرة، يعني القطعة كده تقريبا حوالي 5 جرام. نحاول نخلي القطع كلها قد بعض، وطبعا احنا بنختبر قطعة كده على المكنة لحد ما نشوف الحجم المناسب ليها. بعد كده بنزل بكرات العجين في المكنة. على فكرة المكنة دي سعرها مش غالي خالص، وبصراحة طلعت ممتازة ونتيجتها جميلة جدا. شوفوا بالظبط حوالي 5 دقايق وترفعي الغطا، كمان مش بتلزق نهائي. شوفوا انا عملت كمية كبيرة بصراحة في وقت صغير جدا. انا كورت طبعا كل العجين، ومجرد ما بطلع مرة ببدأ ارص الكرات العجين في المكنة. بصراحة هي سريعة جدا، وفي منها 12 عين وفي 24، بس بصراحة دي نجزت معايا جدا. شوفوا مجرد ما بخرج جزء بحط الكمية التانية وبتستوي بكل سهولة وسريعة جدا. شوفوا عملت كمية هنا، هوريكم برضو بساوي الحبات كده ازاي. شوفوا بشيل الأجزاء اللي هي الخارجية دي بكل سهولة، وعلى مصفى كده بصراحة أفضل كتير من أي حاجة تانية، من السكينة أو من المبشرة. المصفى السلك، وببدأ أساوي الأطراف، بتتساوى بكل سهولة ومش بتتكسر معاكي خالص. كمان مش بتاخد وقت. وطبعا كل ما تظبطي المقاس أكتر كل ما يبقى الهدر اللي فيها مش كتير. برضو الأجزاء اللي احنا شلناها ديت هنستخدمها في الحشوة. شوف تتساوى بكل سهولة. في طرق بقى بنستخدمها كده بورق الزبدة، بنبدأ نكور العجينة ونسويها على ورق الزبدة وبعد كده نعمل علامات. بس بصراحة بتبقى متعبة جدا. ممكن برضو تبردي العجينة كويس بعد ما تعمليها على شكل اسطواني كده، وبعد كده تقسمي كل قطعة اتنين وتحطيها برضو في الفرن، بتديكي نتيجة قريبة من الجزئية اللي احنا عملناها بالمكنة. شو بقى خلصت كل الكمية، بصراحة عملت كمية كبيرة جدا. شو كمان لما سويت كل الحبات بقت عاملة ازاي، بجد حلو قوي. وهنا بقى الأجزاء اللي خرجت وأنا بساوي الأطراف، بصراحة جيت أكسرها حسيت برضو إن هي سميكة شوية، فهضربها في الكبة. جهزت بقى مكسرات حمرتها كده بسمنة بلدي علشان تبقى مقرمشة، وكمان جهزت شوكولاتة وزبدة البيستاشيو وزبدة اللوتس. بدأت بقى أجهز الشوكولاتة للتزيين. ضفت هنا على قطعة شوكولاتة بيضة معلقة من زبدة البيستاشيو،
وبعد كده هبدأ بقى أزين هنا بالشوكولاتة. بعملها كده في الميكروويف أو بحطها في حمام مية. وبدأت أحشي كل حبات الجوزية بالشوكولاتة. نستخدم نوع كويس من الشوكولاتة عشان بصراحة بيفرق كتير جدا. ومع كل قطعة بحط بقى قطعة مكسرات. حطيت هنا فستق وداعين جمل وبندق ولوز، أي مكسرات عندك حتى لو سادة بتبقى تحفة بصراحة. ما حطيتش أي حاجة على الشوكولاتة، بجد بتبقى جميلة جدا وبتبقى مقرمشة كده مع قطعة البسكوت. شوفوا خلصت كل الكمية بكل سهولة. كل قطعة عليها كده قطعة من المكسرات. ومجرد ما يعني سبتها حوالي 10 دقايق تماسكت تماما. ده بقى البسكوت فرمته شوية في الكبة لأنه بصراحة كان خشن شوية. وضفت عليه مكسرات فرمتها برضو وسط كده، مش ناعم قوي ولا خشن. وحطيت عليها معلقة كبيرة من البيستاشيو. وبدأت هنا أدمج المكونات مع بعض لحد ما تتحول لعجينة. وبعد كده بكورها يعني تقريبا قطعة كده حوالي 7 أو 8 جرام. برضو تقيسي كده القطعة على البسكوت. والجزء التاني حطيت عليه كريمة اللوتس وبرضو مكسرات، وعملتها برضو عجينة وقسمتها كده قطع صغيرة عشان القطعة تبقى متماسكة مع البسكوتة. بدأت كده أحط شوكولاتة، وبحط بقى القطعة في النص وعليها القطعة التانية من البسكوت. شوفوا شكلها تحفة، مش بتاخد وقت خالص. هنا خلصت كل الكمية. ده بقى الجزء اللي احنا عملناه شوكولاتة بيضة على زبدة الفستق. وهبدأ أزين حبات البسكوت. بجد ده كان أحلى طعم فيهم فعلا. هبدأ بقى كل قطعة برضو أحط عليها قطعة من المكسرات. ممكن نزينها بقى بأي حاجة عندنا، يعني خرجي كل حاجة عندك في التلاجة وزيني بيها. ممكن كمان تقدميها سادة كده، يعني بصراحة هي شكلها تحفة من غير أي إضافات. ممكن تحطي برضو قطعتين على بعض وتحشيهم براحتك خالص، يعني التزيين ده على حسب ذوقك. شو بقى جهزت علبة كده بقدمها للضيوف، اي حد يجي عندي فجأة. بجد حلوة قوي ومقرمشة، يعني دي سوبر قرمشة. الشوكولاتة كده جميلة جدا مع المكسرات مع البسكوتة كمان مقرمشة. بجد تحفة تحفة وعجبت ولادي جدا. طعمها حلو جدا وبجد هتشرفك قدام ضيوفك. اعمليها وجهزيها للعيد. مش بيجرالها اي حاجة، شيلها في التلاجة في علب كده اللي هتقدمي فيها لضيوفك. بجد تحفة. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي مطبخ خالة النجار. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.